الاولى من المسجد. تبارك الله. والنهارده الصبح، والنهارده عفوا الظهر يعني، او قبل اذان الظهر بنص ساعه رحت عشان اصور يعني كده، كان عندي لقاء مع احد الاساتذه هناك. من الزحام كان لسه الباب ما اتفتحش. الشارع يعني قبل الوصول للباب المسجد القرويين كان تبارك الله ممتلئ. لكن انا طبعا بقى اشوف منطقه الدباغين والصباغين ومش عارف، وحاجه بديعه جدا ما شاء الله. الرواج سياحي بديع. كما قلت كده، المغرب يصنع المال من التاريخ. وده ايضا من العبقريه. وعلى فكره في دول كتير اكبر من المغرب حتى في يعني عدد نقول ايه الاثار اللي بيمتلكها، لكن ما فيش العبقريه اللي من خلالها يستغل هذه المقومات اللي ربنا اداها له ويعرضها لكل من يحب مثل هذه السياحة التاريخية ليأتي ويستمتع. ومش بس عندنا، مش بس في المغرب سياحة تاريخية، لا تبارك الله، سياحة تاريخية وسياحة ثقافية وسياحة رياضية. احنا شفنا في كأس العالم للأندية كانت موجودة، شفنا منتخب البرازيل كان موجود، وإن شاء الله قريبا ستكون عندنا أيضا كأس الأمم الأفريقية. يعني إذا السياحة ليست يعني قاصرة فقط على السياحة التاريخية، بل تبارك الله. وغدا إن شاء الله، غدا أيضا عندنا سياحة ايضا من نوع اخر، وهنقول بقى سياحه زراعيه، بقى سميها سياحه يعني تجاريه، سميها ما شئت. اخويا الجزائري مرحبا بحضرتك. واضح علم الجزائر، بنرحب بيك وبكل التحيه لاخواننا في الجزائر الكرام. اتفضل يا اخي الحبيب، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم، مساكم لا بأس. أخوتي، عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ما هو موضوع تاعك يا أخي المصري يا باشا يا بيه؟ يا الموضوع يا اخي محمد الكريم، رمضان يا عادل إمام. الموضوع يا اخي الكريم عن ان شاء الله بكره المغرب او المملكه المغربيه ان شاء الله سينعقد عندها هنا في مدينه مكناس المعرض الدولي رقم 15 للانتاج الزراعي. وهيضم، او في 65 دوله من دول العالم جايه حاضره الى هذا ان شاء الله، هذا المعرض. وايضا هذه السنه كمان هو متميز في ايه؟ انه المساحه اكبر. المملكه المغربيه مدياله مساحه كبيره جدا. وكمان المملكه المتحده هي ضيف الشرف او رئيسه شرف لهذه الدوره. اتفضل كلمنا عن، لو عندك مثلا درايه عن، مثلا انت عارف المشكله النهارده القائمه بين اوكرانيا وما بين روسيا والاثار للاسف السلبيه اللي تركتها هذه الحرب. اتفضل اخي الحبيب. إن شاء الله يا أخويا بالتوفيق إن شاء الله لهذا الخوتنا المغاربة، فهمت؟ وهذه هي عادل إمام. فهمت يا عادل إمام؟ ماذا أنت قال عادل إمام ولا محمد رمضان؟ أنت يا محمد رمضان ولا مع عادل إمام؟ طيب. بالأدب يا صديقي، ولا تستهتر ما الذي بالناس. ادخل ما لا، الذي اسمح اسكت لي اسكت اخ اسكت تحفه، اسمح لي. ما اسكت الذي اسكت ادخل يا أخي. الان محمد رمضان في موضوعنا؟ أنت محمد رمضان أو عادل إمام؟ انا جاوبني. آه. انا رزق المدني حبيبي. ايه الله انا يبارك. رزق المدني. انت ابن عمك عادل امام. انا رزق المدني. انت مطبل عادل امام، انت المطبل. يا اخي انا استقبلتك باحترام اسمعني وتمنيت شوف ان شوف. اكون هذا محترم يا مشكلة، تعال اخي. درك نهضروا هذا سيريوس. تدخل يا اخي خارج المشكله عيب، الموضوع. احترموا درك نفسكم نهضروا شويه يا سيريوس. راجل. اسمع، درك نهضر لخويا، درك نهضر. انت يا درك عايش يا في اخي المغرب. خليكم رجاله شويه بس. خلي عندكم خليني شويه نهضر ادب. معاك. انا خلاص خلاص. استقبلتك بادب واحترمتك وقلت يمكن واحد يكون محترم فيكم شويه، مش الذباب الالكتروني يا اللي ابني النظام دوب. العسكري اسمع الدكتاتوري رباكوا على قله الادب. مش كده يا راجل، انت عيب والله. انا يا قابلتك مدني. باحترام تقول لي عادل امام مدني ومحمد مدني رمضان، وقلت لك انت بتكلمني على ايه؟ الموضوع مدني خد مدني ايه؟ اسمع من فضلك يا حبيبي، مدني اسمع اسمعني يا ابني، لما اتكلم تسمعني. ما اتكلم يا تسمعني. مدني. خليني اهضر معاك، مالك يا لا صاحبي؟ لما اتكلم خليني اهضر تسمعني. معاك. انا كلمتك بادب في الاول، صح؟ انت مش عايز تتعلم الادب، وبالتالي اعلمك الادب انا. خليني انا اهضر. ما اسمع يا اسمع، ابني من فضلك، ما لا اسمع. تلعبهاش انا ما اديتك تلعبهاش. الميكروفون باحترام، اديتك الميكروفون باحترام عشان ما نزلكش خالص. اسمعني بقى لفضلك. انا اديتك الميكروفون باحترام، قلت يمكن تكون يعني راجل على قدر المسؤوليه وقدر الناس اللي موجوده، وتحترم الناس اللي موجوده وتحترم نفسك وتحترمني انا كمان. للاسف دخلت بيا في شوارع وزنقات سيئه وسيئه. انا مالي من عادل امام النهارده؟ انا بتكلم في الفكاهه ولا بتكلم في التمثيل ولا عادل امام؟ بتكلم بقول لك ما رايك في، واحترمتك. اسمعني من فضلك، ما خلص كلامي.
عمي احترمت. خلينا نهضروا صاحبي، لا مالك يا هنزلك صاحبي والله، ترك. ما احترمتش نظام الجيست، انا هنزلك والله العظيم. اسمعني الاول. هيا وبالتالي اتفضل اسمعني، اتفضل. اسمعني، مش عايز تسمعني اتفضل انزل انت بدل ما انزلك انا انا، راح اتفضل او اتفضل تسمعني. اتفضل انا يتكلم سمعتك، انا يتكلم. احترمت في البدايه، قلت لك اهلا وسهلا بيك وقابلتك بكل احترام، لان انا احترم الشعب الجزائري، احترم وعلى راسي من فوق كل الله يحفظك. الجزائريين المحترمين. بس اما الناس بقى اللي بتدخل عشان تسب وتشتم كما عودتونا لا لا يا اخي لا لا، ما نفسي. نسبش ما نسبش. يا اسمع بقى، تعطي ما ما نسبش. خلص كلامي عشان ما نزلكش اخر انظر لك والله دوت، اخر انظر لك ما خلص كلامي. انا اديتك روح. الميكروفون وسكت انا خالص، وسكت صح. انت للاسف ما احترمتش ادبي معاك، وبالتالي دخلتني في حوارات تافهه. وعادل امام، محمد رمضان، انا لا شايفني انا برقص، ولا شايفني مثلا مشغل مثلا فيلم، مثلا يعني فيلم من هذه الافلام. ومن ثم كان يجب عليك ان تحترم الضيف، وتحترم ايضا الناس الموجود معنا في الجست، وايضا اللي بيستمعونا، وايضا الجزائريين. يمكن بعض من الناس المغاربه كمان يقولوا يمكن فيهم واحد كويس وجاء يغير الصوره. يا اخي امبارح بالليل سبينا يا اخي، مش كده يا راجل انت. انا ما اتكلمتش، لا قلت لا جزائر ولا قلت المغرب دلوقتي. بقول لك ما رايك في هذه القضيه، في معرض زراعي خاص بالعالم كله، دول العالم جايه عشان تقول احنا عايزين نشوف مشكله للامن الغذائي العالمي، تقول لي عادل امام ومحمد احمد رمضان. عيب. انا عاملتك باحترام. اتفضل يا اخي الكريم رد عليا. صح. شوف اسمع. المعرض تاع الزراعه هذا قلت لك انا بالتوفيق ان شاء الله. قلت لك الله الخطوه يجزاك، الاولى بالتوفيق. الله يجزاك خير. انت عايش في المغرب ياك؟ انت عايش في المغرب؟ ما علاقه المغرب دلوقتي؟ انا وجودي لا بالمغرب لا، عدم خلينا وجودي نهضر معاه تكفى، بالمعرض. خلينا لا نهضر معاه. كلمني انت على الامن الغذائي، كلمني يا اخي الكريم على المعرض انت وكلمه عايش في بالذات. المغرب. لا كلمني، مالكش انا علاقه، لا ادري. مالكش علاقه انا ساكن فين يا اخي وعايش فين. انا حاليا اسمع، بكلمك انت عايش دلوقتي. في المغرب، ما دخلك ما بين المغاربه والجزائريين؟ ما دخلك؟ يعني موضوع هل رد انت عليا ولا بلاش؟ هل انت مطبل ام ارد مسترزق؟ ارد موضوعنا عليك ليس بس ارد الجزائر عليك. اليوم. تحفه تحفه، من فضلك سيبوا لي، من فضلك يعني سيبوا لي لو سمحت بعد اذنك. انا هديك طبعا فرصه انك تتكلم. انت سالتني ما علاقتك وما يضرك انت، وما ضيرك انت. انت اصلا مش هتحاسبني. لا انت ليه شفت فيديوهاتك دير المغرب والجزائر؟ ما دخلك انت. وما انت دخلك روح انت عشان تحاسبني، انت عشان تحاسبني. انت انت شوف من مشاكل اصلا عشان بلدك. تحاسبني. شوف انا مشاكل حر بلدك. فيما، انا حر فيما لا اتكلم. انت مطبل ومسترزق. انت مطبل ومسترزق. نعم مسترزق. انت نعم. مسترزق طيب انت شغال مع مسترزق المخزن، عايش شغال مع المخزن، عايش في شغال مع المغرب المخزن، واذا تسترزق. كان عاجبك يا راجل اتكلموا بادب مره. نفسي مره واحد يطلع حتى يغير النظره نتكلم معك السيئه بالادب، بتاعت انا الدنيا. مانيش نسب يا اخي خويا، مش مانيش. كده، احترموا نفسكم، عيب. وتقول لي بلد يا راجل شهداء؟ انا اي محترم، مانيش شهداء يا نسب. اخي؟ استاذ انتوا جايين استاذ منين؟ رفق، اي استاذ مستنقع رفق. انتوا جايين انا منه؟ لا اسب يا مدني خويا، انا انا لا ما اسب. انا سميتكش على فكره، بس عيب انا اصلا تقول لي انت مستنزف. اتكلم احترم معاك نفسك، بكل احترم احترام. نفسك. اتكلم انا معاك باكل بكل. بعرقي. يا بلال، احترم نفسك عيب. اولا لم يكن موضوعنا الجزائر، وانت خلاص هنا، هم دول، صح اسمع وانت لا. هنا هم دول لتحوير انت اسمع هنا بس. لتحوير هم النقاش. دول اصلا إيه؟ هم دول متعودين ثانيا، على كده، هم متعودين على كده، عايزين ياخدونا لمربع تاني خالص. انت سالتني الاول ايه هذاك اللي كان قلت يهضر لك عليه يهضر اسمعني على انت لو الجزائر، سمحت. عليه دخل في اسمعني الجزائر. يا هذاك اللي كان حبيبي، يهضر اسمعني من الاول فضلك بدل ما انزلك. ما وقفتوش. انا انزلك عشان تسمعني بعد كده باحترام. بص يا حبيبي، لا انت ولا يرد غيرك، لا انت هذا ولا هو غيرك. أفضل اخويا حاجة. بس اسمعني من فضلك معلش. لا انت اسمع، ايها الجزائري ولا غيرك ولا ألف واحد غيرك هيقول لي اتكلم في ايه وما اتكلمش في ايه. دي اول حاجه. حاجه تانية، انا حر فيما اتكلم، والقضايا اللي اتكلم فيها انا حر. ولدت حرا وساموت حرا الى اخر يوم في عمري. الامر الثاني، انا لست مطبلا، انا اطبل 1000 طبله و1000 يوم للحق والامن والاستقرار والزراعه. وبكره في مؤتمر، بكره في معرض دولي، هو ده اللي غيظهم، هو ده اللي اشكرك والله يا اخي الكريم، هو ده اللي فاقعهم. بكره في معرض دولي، اول امبارح كان في افتتاح اكبر مستشفى في افريقيا، وبكره ان شاء الله عندنا معرض دولي من اكبر المعارض الزراعيه في العالم كله. هو ده اللي بيغيظ الجزائريين، مش طبعا مش كل الشعب. انا بتكلم على الذباب اللي ماشي ورا يعني الجنرالات
هؤلاء الناس للاسف اللي بيحاولوا ينشروا ويغيبوا وعي الشعوب، خاصه الشعب الجزائري. وبالتالي هو ده اللي بيوجع قلبهم. ازاي الدوله المغرب، انا اساله سؤال كان لسه بيسمعنا دلوقتي، لماذا يا اخي احنا بنحب المغرب؟ مش انا بس على فكره، هناك يعني 1000 مني، 1000 وافضل مني كمان بيحبوا المغرب ويعشقوا المغرب. ايه السبب؟ ما سالتوش نفسكم ايه السبب؟ انا والله لي اصدقاء في السعوديه وفي قطر وفي الكويت والمصريين وفي لبنان وفي الاردن وفلسطينيين بيعشقوا المغرب ويدافعوا عن المغرب. ونفسي مره اقابل واحد بس خارج الجزائر بيدافع عن القضايا الجزائريه. ايه السبب يا اخي؟ ما تسالوا نفسكم، اكيد في مشكله عندكم انتوا على فكره. المشكله فيكم انتم مش في المغرب. المغرب استطاعت ان هي تجذب قلوب الناس. انا اللي بحب المغرب غصبا عني يا اخي. انا النهارده كنت في قلب الحر الساعه يعني تقريبا بعد صلاه الظهر، والشمس قاسعه على دماغي، او شفتها ازاي، ومع ذلك بصور بالكاميرا بتاعتي، بصور احد الاماكن الاثريه البديعه، واقول للعالم كله تعالوا اعملوا سياحه في المغرب. اقسم بالله انا لا اشتغل مع اي جهه نهائي. تقول لي انت مطبل، احترم نفسك، عيب. تخيل الالفاظ، تعلم الادب مع من اكبر منك. ومع الاسف ان انا احترمتك، طبعا انا ما اتاسفش ان احترمتك لان ده اسلوب في حياتي ان انا احترم الاخرين، لكن كونك ما تحترمنيش ولا تحترم ضيوفي او من يستمع الينا فهذا يعود الى تربيتك. وبكل اسف بعتذر والله على انزعاجي وصوتي عالي، لكن يعني للاسف هم دائما